ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد 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 جامد. بصوا بقى يا جدعان، قبل ما نبدا قصه الحريف الجزء الخامس، انا عايز اقول لكم كده يا جدعان، في ايه بقى احنا داخلين قسما بالله على سنتين بنعمل فيديوهات ولسه ما وصلناش ل 500 مشترك. في ايه يا جدعان بقى؟ عايزين نوصل 400 حتى يا جدعان. كل اللي طالبه منكم يا جدعان خلينا في ال 400 دلوقتي، عايزين نوصل 400 مشترك يا جدعان. احنا دلوقتي 300 حاجه و70 او 300 حاجه و60. هنشوف بعد الفيديو ده هنوصل قد ايه. المهم يا جدعان، مش عايز اطول عليكم في المقدمه، وعايزين نروح نشوف الجزء الخامس من قصه الحريف. بس قبل ما نروح نشوفه يا جدعان، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب بتاعك في القناه. زي ما قلت لك برضه عايزين نوصل 400 مشترك. برضه ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام، ولو انت مش متابعنا على الانستجرام والله العظيم فايتك حاجات كتير جدا. يكون ايه اللي فايتني يعني على الانستجرام؟ اقول لك انا ايه اللي فايتك على الانستجرام. اولا في ستوريات هناك بتنزل اجمد من الجمدان. ثانيا في صور هناك بتنزل اجمد من الجمدان. ثالثا لو انت مش عندي برضه فايتك كتير. ايه في فيها اعتراض ولا حاجه؟ عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هنخش دلوقتي نقرا الكومنتات بتاع قصه الحريف الجزء الرابع. بس يا جدعان عشان ما ناخدش من وقت الفيديو كتير، هنجيب احسن 3 كومنتات ونقولهم في الفيديو بدل ما كنا بنقول كل الكومنتات، لان بسم الله ما شاء الله الكومنتات كتير داخله في 30 كومنت ولا حاجه. مش هقول يعني ال 30 كلهم في الفيديو طبعا، والله العظيم تستحقوا كل الكومنتات، بس والله بس عشان وقت الفيديو، عشان ما تملوش مني وكده. طبعا ما فيش حد بيمل مني، بس عادي يعني. يلا بسم الله نبدا بالاول. بصوا بقى يا جدعان الكومنت الجميل ده، قسما بالله يا جدعان عجبني جدا جدا جدا. بصوا يا جدعان بقى الكلام الجميل، ايه نجم الجمدان ده كله؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ والله العظيم اكتر واحد مظلوم يا جدعان والله حرام نجم زي ده ما عندوش مليون مشترك او اكتر. باذن الله يا اخويا يكون عندك جمهوريه قريب ان شاء الله. يا خرابي يا جدعان، ايه يا ابني الكلام الجميل ده؟ طبعا يا جدعان هو اسمه صاصه محمد. تسلم والله العظيم يا صاصه. باذن الله نكون جبنا المليون مشترك ويكون عندها جمهوريه باذن الله. وتاني كومنت معانا النهارده يا جدعان من احمد 385، احسن واحد يقدم قصص مونتاج عالمي وقصه جامده، فنان بمعنى الكلمه والله العظيم. هو قصدي يقول فنان بس جاب قاف عادي. حبيبي يا ابو حميد والله العظيم. تالت واحد معانا النهارده يا جدعان زياد الزغبي، اخويا وحبيب قلبي، كاتب لي الزوز الفنان. حبيب قلبي يا زيزو اقسم بالله. ويلا بينا يا جدعان من غير رغي كتير، يلا بينا نروح لقصه الحريف الجزء الخامس. انا يا جدعان بعد ما الفيلم وقف قام راجع كده بظهره شويه وقام باصص على الاوضه اللي سيف فيها واتصدم صدمه. شاف اخوه سيف وهو عمال يعمل المهارات، وسمع حد بيتعلم منه ويقول له اعمل كذا وكذا. مروان يا جدعان رجع فلاش باك لما كان قد سيف، افتكر يا جدعان وهو زمان لما كان في سن سيف كان بيعمل نفس اللي سيف بيعمله يا جدعان بالظبط. الله، دي جينات في العيله بقى. المهم يا جدعان مروان فضل يبص لسيف وهو بيعمل المهاره، بعد ما يعمل المهاره يجيب مهاره تانية وكده. اما مروان يا جدعان قافل الفيلم اللي كان بيتفرج عليه وفضل باصص على سيف وهو بيعمل المهاره. سيف يا جدعان هو عمال يعمل المهاره، فجاه لقى مروان اخوه عمال يبص له كده ومركز معاه. سيف يا جدعان استغرب كده، انت بتبص كده ليه يا مروان؟ سيف بيقول له يا مروان انت مركز معايا من بدري ولا ايه؟ مروان رد عليه وقال له اه طبعا يا حريف، اصل انت فكرتني بايام يا سيف. يا سيف رد عليه وقال له ايام ايه يا مروان؟ رد وقال له انا كنت زيك كده يا سيف، ومتهيألي كنت في نفس سنك كده. يا كنت بعمل نفس اللي انت بتعمله يا سيف بالظبط، كانت احلى ايام والله. سيف قال له بجد يا مروان انت كنت بتعمل زي كده؟ مروان رد عليه وقال له اه والله يا سيف، حتى كنت قبل ما اروح العب اي فتره كنت بخش على اليوتيوب بكتب مهارات كريستيانو رونالدو على مهرجان العالم الفاسد. طبعا دي يا جدعان بعيد عن القصه، طبعا يا جدعان ما فيش حد في الشعب المصري ما اتفرجش على مهارات كريستيانو على مهرجان العالم الفاسد ولا مهارات نيمار على شحط محط. المهم سيف قال له ايه العالم الفاسد ده يا مروان؟ قال له ده مهرجان كده يا سيف زي ابو بيكا والناس دي. سيف قال له اه زمانك بقى يا مروان كنت لما بتتفرج على الفيديو كنت بتروح هناك الفتره ترقصهم على المهرجان. مروان فضل يضحك كده يا جدعان، قال له اه فعلا كنت برقصهم. فبعد ما خلصوا كلام يا جدعان وسيف خلص المهارات اللي كان بيعملها وقام رايح واخد الكره بتاعته وقام حاططها فوق النيش كالعاده يعني. وبعد ما حط الكره فوق النيش قام رايح قاعد على تليفونه شويه. سيف يا جدعان فضل قاعد على التليفون لغايه قبل العصر كده مثلا بساعه ولا حاجه. جت مامة سيف يا جدعان قالت لهم في البيت انا عملت الغدا، هتاكلوا دلوقتي ولا ايه؟ قالوا لها ماشي هاتلنا يا ماما يلا ناكل. مامتهم يا جدعان جابت لهم الاكل وقعدوا كلهم ياكلوا ويتفرجوا على التلفزيون. سيف يا جدعان خلص اكل وفضل قاعد مندمج مع التلفزيون، واول ما سمع اذان العصر بيدن قام قايم من على الاكل وقام واخد طبقه مدخله المطبخ ودخل غسل ايده واتوضى. وبعد ما اتوضى لقى مروان دخل يتوضى بعده، وبعد ما خلصوا وضوء رايحين يصلوا. فسيف هو نازل يا جدعان قال لمامته يا ماما انا هروح اصلي والعب مع اصحابي في الجرن. طبعا يا جدعان الجرن ده حته واسعه كده بيلعبوا فيها كوره ومحدش عارف يعني. المهم مامته ردت عليه وقالت له ماشي يا سيف بس ما تتاخرش. سيف قال لها ماشي يا ماما، وقام نازل هو ومروان وراحوا على الجامع صلوا العصر. وبعد ما خلصوا وهم ماشيين اول ما وصلوا عند الشارع بتاعهم بتاع البيت سيف قال لمروان انا هروح انا يا مروان العب مع اصحابي في الجرن. مروان رد عليه وقال له طب استنى يا سيف اجي معاك. سيف رد عليه وقال له بجد يا مروان هتيجي تتفرج عليا؟ مروان رد عليه وقال له اه هاجي اتفرج عليك يا حريف. فمشيوا يا جدعان وراحوا الجرن، واول ما وصلوا سيف راح لاصحابه عشان يقسموا ويلعبوا. قسموا يا جدعان وبداوا اللعب. كانت فرقه سيف هي اللي بتبدا اللعب، هم بيبداوا باصين الكوره لسيف وسيف فضل يباصي مع فرقته
وفرقته وكده فضلوا يباصوا كده يا جدعان تيكي تاكا لغايه ما وصلوا عند الجون، وصاحب سيف قام رافع له الكره من عند الركنيه، قام سيف قام جايبها جون بكتفه مش بدماغه، لا هو حريف بقى. مروان قعد بره كده يا جدعان، شاف الكتف قال لسيف ايوه يا حريف، فسيف بص له كده وضحك له وقام مكمل لعب. بعد ما الجون جه يا جدعان، الفرقه اللي جه فيها الجون سنترت بدات اللعب، قام سيف داخل جري عليهم عشان يقطع الكوره، وقطع الكوره يا جدعان فعلا، كان قدامه 3 في الدفاع. قام سيف يا جدعان قام واخد الكوره ومعدي من وسط ال3 كأن الكوره لازقه في رجله زي اللي بقى بالظبط، اما معديهم وقام رايح جايب جول. مروان قاعد بره يا جدعان مذهول من اللي سيف عمله. وبعد كده يا جدعان فضلوا يلعبوا شويه وقاموا مخلصين اللعب. بعد ما خلصوا لعب يا جدعان، سيف ومروان مروحين البيت وهم ماشيين مع بعض كده يا جدعان مروحين. مروان قال ده حريف، ده انت حريف بجد بجد يعني. سيف قال له شفت بقى يا مروان؟ مروان قال له اللي قول لي يا سيف، المهاره اللي انت عديت بيها من ال3 دول اتعلمتها فين؟ قال له اتعلمتها من على اليوتيوب، من المهارات اللي بتفرج عليها. مروان قال له يا سيف انت فكرتني بنفسي زمان، والله كنت زيك كده بالظبط، بتفرج واروح اعمل المهارات اللي اتعلمتها من على اليوتيوب، وبعد كل جون اجيب اعمل زي كريستيانو رونالدو. سيف يا جدعان ابتسم كده وقاموا ماشيين مروحين البيت. قعدوا شويه، مروان فضل قاعد لغايه ما الساعه جت 9 وقام قايم مغير ولبس ترنج رياضي كده، قام واخد حاجات الكوره بتاعته وحاططها في الشنطه. سيف شافه كده يا جدعان وقال له يا مروان انا نفسي اجي اتفرج عليك وانت بتلعب كوره. مروان رد على سيف وقال له يا سيف انت وراك بكره مدرسه الصبح. سيف قال له لا اجازه مش ورايا. فمروان يا جدعان لاول مره في حياته يرضى ياخد سيف معاه. فهم طالعين من باب الشقه، مامتهم شافتهم قالت لهم رايحين فين يا مروان؟ مروان رد عليها وقال لها ورايا فتره يا ماما. فمامته كده يا جدعان استغربت وقالت له من عاده يعني واخد سيف معاه، اول مره تعملها يعني. مروان رد عليها وقال لها عادي سيبيه بس يا ماما معايا وما تقلقيش عليه. قالت له ماشي يا مروان بس ما تتاخروش وتخلي بالك منه. قاموا نازلين يا جدعان راحوا الملعب. فمروان وهو داخل الملعب كده يا جدعان، واحد صاحب مروان من اللي هو بيلعب معاهم قال لاصحابه اه النجم جه يا جدعان شوفوا بقى هتقول له ايه. مروان سمعهم وقال لهم قول لي ايه في ايه. صاحب مروان قال له يا نجم الحكايه وما فيها ان انا كنت متفق مع ناس تيجي تلعب معانا واكتريه الناس ما جاتش، فاحنا دلوقتي 5 بس، فانا عندي اقتراح. مروان رد عليه وقال له ايه هو الاقتراح؟ في ناس بره قاعدين عاوزين يلعبوا، رايك يا نجم نقابلهم فتره على اللي يحاسب. مروان بعد ما سمع الكلام ماشي يا عم اللي انتوا عاوزينه بس المهم نلعب. صاحب مروان يا جدعان هم كانوا 5 زيهم برضه، طبعا هم بيلعبوا في ملعب خماسي، راح قال لهم ووافقوا يا جدعان. فمروان وفرقته غيروا ونازلين عشان يلعبوا. فمروان قام مد الشنطه بتاعته لسيف، خليها معاك دي يا سيف، خليك قاعد هنا ما تتحركش من مكانك عشان اجيبك مره تانية. سيف قال له ماشي يا مروان انا قاعد مش هتحرك من مكاني. ففرقه مروان والفرقه اللي هيقابلوها نزلوا الملعب وبداوا اللعب يا جدعان. ومروان اول ما جات له الكوره واخدها وقام معدي الاول وقام باص لصاحبه قدام الجون، وقام صاحبه جايب جون. كده كام 1-0 لفرقه مروان. فالفرقه الثانيه بعد ما جه فيها الجون سنترهم وبداوا اللعب، وقامت فرقه مروان تقطع الكوره وتجيب اجوان، تقطع الكوره وتجيب اجوان، وهكذا اجوان تجيب اجوان لغايه الجون السابع، والفرقه الثانيه ما جابتش ولا جون. الفرقه الثانيه اخر ما زهقت يا جدعان، واحد من الفرقه فضل باصص لمروان وقام قايل لفرقته العبوا يا جدعان انا عرفت انا هعمل ايه.